الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مشاهدينا الكرام أذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة. رفع نداء الحق فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر شاشة القناة الثانية المصرية من مسجد التلفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة. مستمعي الكرام، الشهيد له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فهنيئا لمن استشهد في معركة الكرامة والعزة
معركة العبور في 10 من رمضان 6 من أكتوبر منذ 42 عاما. تلك الملحمة العظيمة التي سطر من خلالها أبطال مصر وحماتها الأبرار أرواح البطولات. عن منزلة الشهيد عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. فهنيئا للشهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، يعتلي درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، فإن الحديث في هذه الجمعة عن حق الشهيد، والشهيد له حقوق وليس حقا واحدا. ومن أوجب الحقوق للشهداء الذين ضحوا بأغلى درجات التضحية. الناس ضحوا بأموالهم بأوقاتهم، وهؤلاء ضحوا بأنفسهم بأرواحهم. من أوجب الحقوق وأحق الحقوق للشهداء أن نكون على رسلهم في دفع الباطل عن الوطن، في دفع الباطل عن الدين، في دفع الباطل عن أمتنا. هذا من أحق وأوجب حقوق الشهيد. ولذلك أيها الأحباب، اليوم وقد مضى أكثر من 40 عاماً على حرب أكتوبر، تغيرت الأسلحة، تغير السياق الحربي، تغير معيار القوة، وظهرت قوى جديدة وفاعلون جدد ظهروا على الساحة. الجيل الرابع من الحروب، الإشاعات، الحروب الإلكترونية، صناعة الزيف، صناعة الهزائم النفسية عند الشعوب، وبالفعل يتأثر بعض الشباب. ومن أهم وأخطر هذه الأمور ما نسجته أمريكا لتعطي دليلاً، كما صنعت قبل ذلك مع الشيوعية حين هاجمتها. لم تهاجم الشيوعيين على أنهم بهم أخطاء فقط، بل هاجمت الشيوعية نفسها وقالت هذه فكرة خاطئة لا تصلح للحياة، وأسقطت الشيوعية فعلا. في هذه المرة الجولة مع الإسلام، والإسلام ليس كالشيوعية في هجمتها، لا تريد أن تدين الإسلام فقط ولا المسلمين فقط، بل هي تريد أن تأتي على الإسلام وتقول إسلامكم هذا ليس صحيحا، ليس صوابا، ويأتون بشيء نسجوه من المخابرات عندهم وهو داعش، ليكون شاهد في الفعل، ليس بالكلام فقط ولكن في الفعل. وخالت المسألة، وأصبح بعض المثقفين يتهمون المسلمين بأنهم داعشيون. ورأيت في بعض الكتابات عند بعض المثقفين بعض البرامج وأنتم أهل الفكر، وهو يقول: لا تحدثني وتحدثني عن سماحة الإسلام، لا تحدثني عن كذا وكذا، فأنتم داعشيون. لماذا؟ قل رأس الحسين كانت بين يدي اليزيد، ورأس اليزيد كانت بين يدي عبد الملك بن مروان، هذا شيء متأصل فيكم. وأصبحت هذه النغمة
أن هذه الأمة أصلها فكر داعشي، ويزيد الأمر أنهم يقولون انظروا إلى كتابكم، إلى قرآنكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا تعدون؟ إلا لأنكم تريدون أن تقتلوا الناس، ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا هو دينكم. كان لابد بكل يقين أن نأتي إلى العلم، فهذه جولة لا تقل عن الحرب العسكرية في 73، ولا بد أن ينبري أهل الحق وأهل العلم لبيان الحق وأن يصدعوا به. أولا، أولادي الشباب، إخواني، أساتذتي، إن كل ما يحدث هذا إنما هو شاهد صدق على أن هذا الدين حق. لماذا؟ لأن الذي يحدث هو نبوءة قرآنية. اسمع لكلام ربك وهو يبين لك أن هذا سيحدث. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لتبلون في أنفسكم، في أموالكم، وفي أنفسكم، ثم ماذا؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هل سمعت كلام ربك؟ ولتسمعن بالتأكيد من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا هو الأذى الذي يحدث، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيها الأحباب، لابد أن نقول لهؤلاء الأذكياء والعقلاء الذين يتحدثون عن هذه الأمة أن فكرها داعشي، أن نقول لهم ينبغي أن نفرق بين الدين وبين البشر، بين الإسلام وبين المسلمين. الإسلام ماذا يقول؟ الإسلام بماذا يأمر؟ يا أخي، الإسلام في آيات قرآنه، وهو المرجعية الأساسية لهذا الدين، هو جعل اسم الإسلام من مادة السلام، وتحيتنا السلام، السلام عليكم ورحمة الله، ونختتم الصلاة بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله. واسم من أسماء الله الحسنى السلام. ليس هذا فقط، بل نفتتح كل سورة من سور القرآن باسمين من أسماء الله الحسنى في صفة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. والإذن بالقتال للمسلمين لمن ظلم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وحق المقاومة حق أصيل، حق فطري، حق عقلي، حق من السنن الكونية. كيف ذلك؟ حق فطري، الطفل يخرج من بطن أمه يقاوم، وحق فطري وعلمي، الجسد الإنسان إذا دخله ميكروب غريب يضر به فإن الجسد يقاوم. هذا حق أصيل تعترف به كل العقول وكل الثقافات وكل الديانات. ثم ماذا؟ وهو مع ذلك أيضا حق المقاومة حق تعترف به كل الشعوب على مدى التاريخ كله. فلما ينكرون هذا الحق علينا؟ يقولون: أنت تقول هذا وأن المقصد من إرسال النبي محمد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال لي: يا أخي، تحول إلى الآيات الأخرى، قاتلوا واقتلوا، هذه لمن؟ أليست عندكم في القرآن؟ قولوا له: نعم، هذه عندنا في القرآن، لكن لمن؟ جاءت في سياق سورة التوبة للذين بدأونا بالقتال أول مرة، كما بين ربنا. إنسان هو اللي بدأك بالقتال، هجم عليك، جاي يموتك. جاءوا لتصفية الوجود الإسلامي، لقتل النبي، لقتل الصحابة، لوأد الإسلام. وأنتم تعلمون يعني الهجرة منا قريبة، أنهم حاولوا ساعة الهجرة إما أن
ينفوا النبي، وإما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه. وأكثر من 17 محاولة لقتل النبي من اليهود في المدينة. الذين بدأون بالقتال أول مرة هؤلاء هم الذين نقاتلهم. نحن نسالم من يسالمنا ونحسن إليه، ومن يقاتلنا ندافع عن أنفسنا، فإن جنح للسلم نجنح للسلام. هذا هو المنطق، هذا هو العاقل. لكن ماذا تريد منا؟ والقرآن يبين أيضا أن هؤلاء الذين نقاتلهم بدأون بالقتال أول مرة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يوفون بعهد ولا ميثاق. هؤلاء ماذا نفعل معهم؟ يعني بالمنطق على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، إذا جاء إنسان معتدي أراد أن يسلب مالك ويأخذ دارك ويأخذ زوجتك وبناتك ويأخذ ثروتك، تقول والله أنا متسامح وأنا إنسان مش إرهابي، لست إرهابيا، تفضل مالي وزوجتي وثروتي واقتل ما تشاء. هل هذا منطق يمكن أن تقبله العقول المنصفة؟ إن حق المقاومة حق أصيل، لا نقاتل كما بين القرآن إلا من اعتدى علينا، إلا من يقاتلنا، إلا من بدأنا بالقتال أول مرة. ثم ماذا؟ إذن هذا منطوق القرآن. الإسلام دين حق وعدل ودين كرامة ودين عزة. ثم عن المسلمين هنالك أخطاء، نعم هنالك أخطاء، البشرية كلها فيها أخطاء، كل ابن آدم خطاء، وكل الأديان التي سبقت البشر فيها لهم أخطاء. وليس هنالك أحد، لا يوجد أحد من البشر حجة على دين الله. يعني فلان أخطأ، خلاص هو أخطأ، لكن الدين ينهى عن ذلك، ينكر عليه. هذا هو المنطق، هذا هو العقل، هذا هو العلم. فالذين أخطأوا الدين ينكر عليهم هذا الخطأ. ثم ماذا؟ يا أخي أيها الذكي العاقل، تريد أن تختزل تاريخ أمة عظيمة في سنوات قليلة؟ عشرات السنين في عمر الأمم أيام. هذه أمة علمت أوروبا، ساعة أوروبا كانت في غياهيب الظلمات، ولا زالت أوروبا إلى اليوم تتعلم وتحتفي بابن خلدون، تحتفي وتتعلم من ابن سينا، من ابن رشد. هذه أمة صنعت الأمجاد. الفاتحون حين دخلوا في مصر، المسلمون، هم الذين حافظوا على هذه المعابد وهذه الأديرة وهذه الكنائس. وأنت تخرج من مسجد عمرو بن العاص فترى في وجهك هذه الكنائس والأديرة وهي شاهقة في مبانيها أكثر من مباني عمرو بن العاص. من الذي حافظ عليها؟ ويذكر التاريخ، وفخر أن يذكر للإسلام التاريخ أن الذي جاء بعد ظلم الرومان للمسيحيين والأقباط في مصر حين فتح المسلمون هذه البلد الأمين، بلد مصر، هم الذين جاءوا بالبابا وأجلسوه على كرسيه في الكنيسة. المسلمون الفاتحون هم الذين صنعوا ذلك، هم أهل خير وأهل عدل، ما جاءوا إلى فتح وإلى غزوة لنهب الثروات أو لحكم البلاد أبدا. إذن لماذا كانوا يصنعون ذلك؟ لإتاحة الفرصة بحرية لتبليغ دين الله، لبيان الله دون إكراه، لا إكراه في الدين، لكن تسمع بحرية وتختار دون أن يتعقبك الآخرون بالقتل، دون أن تهدد من الآخرين إن دخلت الإسلام سوف يحدث لك. فالغزوات والفتوح إنما كانت لبيان دين الله، ليست رغبة في ثروة ولا رغبة في حكم ولا رغبة في دنيا، إنما التبليغ والبيان لأمر الخالق، لهدي الخالق سبحانه. ثم يا حبيبي هنالك آية تقطع الطريق على كل هؤلاء: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه.
وإن أحد من المشركين استجارك جاءك فارا بجسده بروحه من أن يقتل، بالمعنى المعاصر لجأ إليك. ماذا يقول القرآن؟ هل تقول له أنت جئت في حمايتنا، ولولا جوارنا ولولا لجوءك إلى ساحتنا وحمايتنا لكنت قد قتلت وانتهت حياتك؟ إذن دع هذا الدين الفاسد الذي أنت عليه وتعال إلى دين الحق. أبدا. وإن أحد من المشركين استجارك اسمع فأجره، أمنه، لا خائف، أمنه حتى يسمع كلام الله. اعرض عليه الدين من باب الحب الخير له، اعرض عليه أمر الله سبحانه دون إكراه، ثم أبلغه مأمنه. انظر إلى هذا السمو، انظر إلى هذه العدالة، انظر إلى مكارم الأخلاق. فيأتي إنسان ويقول لك فأين نذهب بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ ما معنى صاغرون أيها الشيخ؟ صاغرون أذلاء مسلمون؟ نعم. طب ما معنى هذا؟ يا أخي الجزية هي الحق السياسي للدولة. الإسلام ينظم الحياة كلها، ليست حق الإيمان ولكن حق السياسي للدولة، بمعنى لا تقبل أي دولة في الشرق ولا في الغرب ولا في أي زمن أن تنشأ سلطة داخل السلطة، ويبقى في ناس كده ليهم قوانينهم وليهم كأنهم دولة داخل الدولة. لا، هؤلاء لابد أن يسلموا وأن يذعنوا للدولة وأن يكونوا جزءا من النظام. فالجزية هي الحق السياسي للدولة وليست حق الإيمان، وليست مقابل أن تؤمن، لا، ده مقابل الحماية ومقابل أن تسلم لنظام الدولة. ليست هنالك دولة تقبل أن يكون فيها جيوب أو تكتلات ليست ضمن نظام الدولة، يكون هذا اختراق وإضعاف للدولة وإضعاف لسلطة الدولة. فالجزية الحق السياسي للدولة ليست حق الإيمان، أفلا يعقلون؟ ثم ماذا؟ داعش فكرها ليس هذا الفكر. من الذي كونها وصنعها؟ وبقدرة قادر تأتيها أسلحة ليست عند الجيوش، وتأتيها معلومات أكثر من المعلومات التي لدى الأمن والمخابرات. يعني نزل عليها الوحي بهذه الأمور فجأة وصارت تنتشر في كل الدول كالعنكبوت فجأة، أم أن يدا آثمة يدا خفية تريد أن تعطي الدليل بالفعل ضد الإسلام، فتأتي وكل ما تعلن القتل والتشريد وإلى آخره لتريد أن تشوه الإسلام، صنيعة المخابرات الأمريكية، حتى تهتز الثقة في نفوس الشباب ونفوس المسلمين بأن ديننا هو دين القتل والإرهاب. أبدا، ديننا الرحمة والسماحة. هذه دخيلة علينا. ماذا قال الأزهر عن داعش؟ ماذا قالت المؤسسات العلمية الدينية عن داعش؟ أنكرتها، هي لا تمثلنا. ثم بعد ذلك حينما تنتقي بعض الأخطاء من المسلمين على مدى التاريخ، وبعدين يقول لي شوف هاي الأخطاء هي، أقول له أيوة، إنكار الخطأ ليس عقلا، أخطأوا. لكن يعني أنا عندي مدرسة فيها مؤسسة 20,000 طالب، و3 طلبة أو 5 طلبة سقطوا، تقوم تيجي تقول لي شوف مدرستك سقطوا فيهم. يا عم الاستثناء لا يحول إلى قاعدة، الاستثناء لا يقاس عليه، هذه نسبة في مجموع الأمة. وإلا فحدثني عن عمرو بن العاص، حدثني عن عمر بن الخطاب ساعة فتح بيت المقدس، حدثني عن رسول الله وهو يفتح مكة والرجل يقول له هذا يوم الملحمة، يوم النصر والتباهي والبطولة، فيطاطئ النبي رأسه رحمة الله للعالمين ويقول لا، هذا يوم المرحمة، ويعزله ويولي ابنه مكانه. يعني انت مختار لي كده استثناءات وتقول لي شوف، طب ما في أسر كبيرة شريفة تنفع الحياة والمجتمع، يطلع ولد كده منها خيبان،
تقوم تاخد شاهد الولد الخيبان ده على ان الاسره دي اسره، لا ابدا. الاستثناء لا يقاس عليه، الاستثناء لا يمكن ان يتحول الى قاعده. ولذلك لا بد ان نبين الحقائق. لان عز علي ان ارى بعض المثقفين، عز علي ان ارى بعض الاعلاميين يقول لك شوف احنا هناخد نقطه ومن اول السطر نبدا نعمل القران من جديد، القران بتاعنا، ونحط تفسير من جديد. لا لا لا، انت امه عظيمه، عندك رصيد فكري، رصيد عظيم، لكن في استثناءات لا نوافق عليها. والذي قال اننا لا نوافق عليها هم المسلمون. يعني في السنة من الذي أقام علم الجرح والتعديل؟ من؟ المسلمون. واستفاد به علماء التاريخ في هذه المنهجية الدقيقة في النقد العلمي الموثق. هذه أمة عظيمة أضافت للحياة، ولا زلنا إلى الآن بما فينا من هذه السوءات التي هي استثناءات. نعم، نحن خير أمة أخرجت للناس. وإلا فحدثني عن القتلى في بورما، لما لم تسلط عليهم الأضواء والكاميرات والأخبار ونحو ذلك؟ قتلى لو قتلت الحيوانات بمثل ذلك لأنكر العالم. لكن دماء المسلمين رخيصة في بورما، دماء المسلمين رخيصة في فلسطين، دماء المسلمين رخيصة في العراق، دماء المسلمين رخيصة في اليمن، في ليبيا، في كل شيء. ثم تحدثني عن الإرهاب. من الذي يصنع الإرهاب؟ هم. والذي ينصف ذلك رجل قريب من موقع معلومة، من موقع السلطة، وهو كاتب منصف ليس مسلما ونعتز به، هو الأستاذ الدكتور نبيل لوقا بيباوي، قبطي مسيحي مصري أصيل. كتب كتابا وموجود على الإنترنت وموجود يباع لدى المكتبات عن الإرهاب، أن الإرهاب لا دين له. الإرهاب لا ينسب لدين، لا ينسب للدين المسيحي ولا اليهودية ولا الإسلام. إذن ينسب لمن؟ ينسب لأصحاب المصالح في الغرب الذين يديرون الصراع لمصالحهم. انتبه، صناعة الزيف أصبح لها مؤسسات، انتشار الشائعات أصبحت كثيرة. ينبغي أن تعتز بنفسك وبقرآنك وبنبيك، لأنك على حق وعلى صدق، وأنت من أمة عظيمة. صحيح أننا في خطر، صحيح أننا في أزمة، صحيح أننا نعاني، لكن لنا بشرى، لنا بشرى، لن نكون كالشيوعية أبدا. لماذا؟ لأن أمة القرآن قد تضعف، لكنها لا تموت ولن تموت، لأنها مرتبطة بكتاب الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محفوظة بحفظ القرآن. قد تضعف حين نتحول عن القرآن، حين نتنازع، حين يكون بيننا شقاق، حين يكون بيننا خصومات، حين لا نعمل، حين لا نأتمر بالقيم الحضارية في القرآن نضعف. لكن سرعان ما تبعث فينا حياة العظمة والعزة حين نعود إلى القرآن، فننتهي عن التنازع، ننتهي عن الشقاق، ننتهي عن التدابر، ننتهي عن الخلاف. أمة القرآن قد تضعف لكنها لا ولن تموت. لسنا كالشيوعية، سقطت الشيوعية وستسقط الرأسمالية لأخطاء في جوهر فكرتها. لكن الإسلام ليس فكرا بشريا كالشيوعية أو الرأسمالية. الإسلام وحي صادق، وحي من الله عز وجل. ينبغي أن تعتزوا بدينكم. وأقول للأساتذة أهل الإعلام: عليكم أمانة أن تتصدوا لتصحيح هذه المفاهيم تصحيحا علميا. وأمانة أخرى أقولها لكم بكل حب: إن المبالغة في مقاومة الفساد، المقاومة الفساد شيء محمود وشيء تشكرون عليه، لكن حينما يكون كل عمل الإعلامي مقاومة الفساد، مقاومة الفساد، الشباب يحدث له إحباط.
لأن لما يكون الفساد من القمة إلى القاع، أنا ما عنديش حد محترم، أنا ما عنديش حد شريف، يحدث عندي إخباط كشاب. يا أخي هناك نماذج ناجحة حتى في مصر، هناك في الجهد المدني نماذج رائعة في مصر. ليس كل رجال الأعمال فاسدين، ليس كل الحكام فاسدين، ليس كل المعلمين فاسدين، ليس كل الإعلاميين فاسدين. هذه النظرة ينبغي أن نعالجها. أعطوا الأسوة والقدوة في نماذج فاضلة تتعقبونها في كل موقع حتى تبعثوا الأمل للناس، للشباب. ضع عينك على الشباب الذي ينظر في معترك الفتن فيتأثر بكل ذلك. المهمة عظيمة، وأصبحت الكلمة على لسان الإعلامي الآن أخطر من السلاح في يد العسكري. يمكن أن تصنع صمودا، ويمكن أن تحدث فتنة وشقاقا. انتبهوا، فإن المعركة قائمة، وهذا الدين حق، هذا القرآن حق، هذا النبي حق، وأمة القرآن لا ولن تموت كالشيوعية، بل ستسقط الرأسمالية كما سقطت الشيوعية. لكن سرعان ما تبعث فينا الحياة بشرط أن نعود إلى هدي القرآن. اللهم رد الناس جميعا إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وبعد، فيا أيها الأحباب، أيها الإخوة الفضلاء، أمام هذه الهجمة القاسية الفكرية الثقافية والاختراق الثقافي للأمة، اسمع، والله يا حبيبي ما كنا بحاجة، نعم ما كنا بحاجة لأن يحب بعضنا بعضا كحاجتنا اليوم. ما كنا بحاجة لأن يتسامح بعضنا مع بعض كحاجتنا اليوم. ما كنا بحاجة لأن نتعاون يدا بيد كحاجتنا اليوم. يوم أن تدركنا الهزائم النفسية ينجح الآخرون في صناعة الزيف وصناعة الانهيار لهذه الأمة. ويوم أن نكون صامدين يدا بيد نستطيع حقا للشهيد الذي عليه أساس الخطبة أن ندفع الباطل عن ديننا، أن ندفع الباطل عن وطننا، أن ندفع الباطل عن أمتنا مخلصين لله عز وجل. فإن شاء الله سيتحول الحال إلى أحسن حال. أنتم أمة عظيمة، انتصرتم في أجواء صعبة وظروف سيئة كثيرة، ونصركم الله في بدر وأنتم أذلة، نصركم الله في العصر الحديث في أكتوبر. والفارق في التسليح كان لصالح العدو وصالح إسرائيل. تستطيعون أن تفعلوا حين تخلصوا وتتعاونوا وتنتهوا عن كل شقاق وخلاف. أيها الأحباب، ثقوا بأنفسكم، أعطوا الأسوة والقدوة لشبابكم، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله العلي في هذه اللحظات المباركة الربانية. نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه. ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، رد الناس جميعا إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم، وادفع عنا بأس الأعداء يا رب العالمين، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن أحببتهم فأحبوك،
وأعطيتهم فآثروك وزدتهم فشكروك. في دنيا الناس لا تفضح لنا عرضا، يوم نودع الأحباب لا تفضح لنا عرضا، يوم يفترق عنا الناس لا تفضح لنا عرضا. يا ربي اجعلنا ممن نظرت إليهم في هذه الساحة في تلك الساعة فقلت أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا ولمن قال آمين. اللهم اغفر ذنبنا كله واستر عيبنا كله واقض ديننا كله، واحفظ شباب الأمة من كل مكروه وسوء. احفظهم من الإلحاد، احفظهم من الفساد، احفظهم من المعاصي، احفظهم من الشبهات، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم حول حال الأمة إلى أحسن حال، اللهم حول ضعف الأمة إلى قوة، وحول تشتت الأمة إلى اعتصام واجتماع. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فاللهم ألف بين قلوب الأمة يا رب العالمين، ولا تجعل بين المسلمين قطيعة، لا تجعل بين العرب قطيعة ولا خصومة ولا نزاعا يا رب العالمين. يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا بفضلك كما وعدتنا، ولا تردنا بعد الدعاء خائبين. اقبلنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وسلوه من فضله يعطكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.